بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصي حبيبتي، ده اللي انا بتكلم فيه. انت دلوقتي فرشتي الحافظة على الارض خلاص. لو انت ما عندكيش كونتر، لو انت ما عندكيش ترابيزة كونتر كبيرة تفرشيها تعملي عليها الشغل، انا دلوقتي فرشته على الارض. ده كفر اللحاف بالمناسبة، خلاص. ده كفر اللحاف، جوزته وقعدت انطر فيه انطر فيه. حتى لو مش هتجوزيه وفتحاه برضو انطري انطري انطري. بصوا بقى، هقول لكم على حاجة مهمة جدا. شايفين الشردة دي؟ بصوا الشردة بتاعت القماش دي، يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم جدا، يا رب. بصي بقى، دي لو انت خدتيها على المكنة بالمنظر ده وخيطتيها بالمنظر ده، استحالة كفر اللحاف يظبط معاكي. مستحيل، من رابع المستحيلات. وتيجي تجيبي شمال، تجيبي يمين، تجيبي شمال، تجيبي يمين، تلاقي كفر اللحاف عندك مورور وحالته حالة ومش مظبوط. خلاص. طيب انت يا مدام ايمان بتطلعيه مسطرة ازاي؟ كل شويه هقول لك على التريكات اللي بتطلع الشغل حلو. بصي يا حبيبه قلبي، هاجي للشرده دي واقصها قبل ما احطها على المكنه. بصي بصي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفه؟ هقصها، لازم اقصها. انا عايزه كفر اللحاف ده يبقى مسطره، يبقى على الارض هنا اهو مسطره، يبقى مظبوط جدا جدا جدا. خلاص، بحيث ان انا اخده على المكنه هخيطه من على الحرف ده يبقى مظبوط. لكن لو انت خدتي الشرده دي وانت عارفه وواثقه ومتاكده ان في شرده وعارفه بقى ان في شرده، وقلتي مثلا انا هظبطها، هتروحي جايه تخيطي من فوق من تحت من الجناب، هتنسي الشرده كانت في اي ركن، فهتضطر انك تخيطي من على الحرف من هنا، تروحي مدخله دي على حرف القماشه من هنا، هتبص تلاقي الشرده دي طلعت لك من الناحيه التانيه من هنا اهو. وكفر اللحاف مش هيظبط معاكي خالص خالص خالص. بصي كفر اللحاف متساوي ازاي. انا بكلمك على الحته اللي انا فرداها، ولكن الحته دي مكرمشه، بس لو احنا فردناها هتبقى مسطره. خلاص. انا عايزه كفر اللحاف ده يطلع على ترابيزه على ترابيزه المكنه يطلع مظبوط جدا معايا. مش عايزه يطلع فيه شوارق ونوارق. خلاص. ليه؟ عشان لما نيجي نظبط ايدينا زي ما انت شايفه كده اهو، عشان لما نيجي على المكنه بقى نقول لها احنا خلاص ظبطنا لك الشغل، وعايزين ايه؟ وعايزينك انت كمان تظبطي لنا الشغل. خلاص. فلازم الشرده دي. طبعا انا كان عندي كونتر في الورشه بتاعتي، فللاسف عشان دي المكان رحت ايه هدى الكونتر. خلاص هديته، اصبح ان انا ولا عندي كونتر ولا عندي بونتر، عندي الارض اهي منها واليها. احلى شغل شغل الارض اهو. بصي الشرده دي اهي. انا عايزه ما يبقاش فيه شرده في الشغل خالص. كل الدفايات خدي بالك يا حبيبه قلبي، اي حاجه فيها لقره انا بتعامل معاها كده. الارض، الارض احلى من السفره كمان. بصي احلى من السفره. بس كل الشرده اهي خدناها. بصي اهي معاكي اهي اهي. انا معاكي سنه بسنه. اصبح القماش خلاص كده اهو. بصي بقى عامل ازاي. بصي كده بقى تاخديه على المكوه على المكنه يبقى مظبوط معاكي. خيطتيه من الجنب كده، او خيطتيه من تحت، او خيطتيه من فوق، انسي ان هو يشرد معاكي. دلوقتي احنا بصي يا حبيبه قلبي، معانا كفر لحاف مجوز. امسك يا محمد عشان تصور كده. هوريكي دلوقتي. احنا خلاص اهو عشان تبقي شايفه، وهنيجي نفرده اهو. بصي مسطره معانا اهو، مسطره. لو هو بص لو هو مجوز معاكي بالطريقه دي، لو اللحاف مجوز معاكي كده، ما توجعيش قلبك وتقصيه وتشقيه من الجنب كده. اوعي توجعي قلبك وتشقي كل الكلام ده. خلاص ما تشقهوش. هنعمل ايه؟ هنروح جايين من الحرف من هنا. بصي، وناخد خلوص كده عشان السوسته اللي احنا هنركبها ده اسمه خلوص اهو. بصي اهو، خلوص مقاس السوسته اهو. بصي ده كده اهو اهو، شقيناها من الجنب. اوعي تشقيها للاخر، لا، هناخد خلوص على قد تانية السوسته اللي هي هتبقى كده. خلاص اهي شايفه اهو. عايزه تزودي تاني زودي اهو. خلوص اهو
اهو لتانية الايه، للسوستة. بصي اهو، اهو عايزه تاخديه كبير بقى صغير، وهوريكي بقى اللحاف المتقفل اللي انا هقفله. بصي بقى هنا طبعا ده كله كده اهو 2 متر ونص، فاحنا مش هنركب السوستة في ده كله، احنا هنقفل. هنيجي من هنا اهو، هنقيس السوستة وهنروح واخدين قطات كده اهو، قطة كده. بس انا دلوقتي مش معايا المزورة ومش قايسة على المكن. نروح واخدين قطة من هنا للسوستة، وقطة من الناحية التانية للسوستة، بحيث ان يبقى كل ده متر، خلاص على قد السوستة. وبعد ما نتني كده ونركب السوستة، بصي بعد ما نتني كده ونركب اللفقة دي، اللفقة هي اللي انا كنت على طول الشهيرة اللي بوريها لكم. طب احنا ليه عملنا كده يا امان وما عملناش اللي هي التانية اللي انت بتعمليها كده وبتعملي منها كفر لحاف؟ اقول لكم بقى، لان اللحاف ده 2 متر ونص، خلاص. وانا يعني مش عايزة اقصل. بصوا انا لو قصيت دي هتعب، انا لو قصيت دي ورجعت رديتها، فانا مش معايا قماش كتير، فمش هينفع ان انا اعمل لفقه كده اهو وارجع اردها تاني. فاهماني حبيبتي؟ فاحنا عايزين نعملها السوسته من جنب واحد، وهتبقى حلوه، وهوريها لكم عامله ازاي. خلاص هوريها لكم لما اقفل اللحاف ده، هوريها لكم لفقه عاديه خالص، مش هتبان من الرجل يعني. فاهميني؟ بس اهم حاجه بصوا القماش مسطره ازاي، ظبطتي قماشك عملتيه كده اهو ما فيهوش شرد. عايزه اقول لك على حاجه، اي قماش بيجي من عند اي خياط بيبقى فيه شرد. ليه؟ اقول لك ليه. لان ايديهم ما بتبقاش مظبوطه في القص، بيبقوا جايبين مقصات محطحضه. يعني بصوا انا اصغر مقص عندي ايطالي اصلي. بصوا اصغر مقص عندي ايطالي اصلي. هما طبعا بتبص تلاقيهم بيستخسروا يجيبوا ده. وفي مره راجل قال لي بيبقى تقيل على جيوبنا، فهم بيجيبوا المقصات اللي هي بتبقى خفيفه، اللي هو مقص السمك ده لو تعرفوه. فلما بيجوا يقصوا بيتعبوا القماشه، بيخلي القماشه تورور ويطلع لها من الجناب. يطلع تحس ان انت تاخدي ال5 متر يطلعوا ايه، 5 الا ربع. ليه؟ من شرد القماش اللي في الجنب. القماش معاهم بيشرد لدرجة والله العظيم ان انا باخد المقص الكبير مش الصغير ده، باخد المقص الكبير وانا اللي بقص بنفسي في المحل. تصدقوا بقى وتأمنوا بالله. ليه؟ لان هم بيبوظوا القماش وبيرهقوه، وبالاخص الجاكار ده بيقعدوا يمطوا فيه هم بيقصوه. فعرفتوا ليه بقى انا بقول لكم الجاكار ما بيتعملش اوفر. طيب بالنسبة للاخت اللي سألتني وقالت لي لما باجي اخيط الجاكار على المكنه بيمط معايا، حبيبتي بيمط، انت مضيقه العيار اول حاجه. تاني حاجه في عمود بيبقى في المكنه من فوق، بتبقى فيه كده من فوق المكنه زي حاجه كده بتلف، هوريها لكم برضو في التصوير مره تانية. ده خفيه، ده اسمه الضاغط، خفيه، بحيث ان انت لما تحطي القماشه تحت المكنه تلاقيها بتاخد وتدي معاكي، ما تلاقيهاش قفش قوي. خلاص. الجاكار ده بيتعامل معامله خاصه كده، القماش مش هيمط معاكي. وسعي العيار شويه، خليه على 3.5، خلي العيار على 3.5، وفك الضغط يا حبيبتي بتاع المكنه، الضغط اللي هو بيبقى فوق اللي بيبقى بيتلف قلاووز كده ده. فاهماني؟ ارجعي لفيديوهاتي تاني هتلاقي كيفيه تظبيط عمود المكنه. انا عندي في القناه حاطه مكوك تحت الدواسه، هو ده الخلوص اللي احنا هنشتغل عليه. لما يبقى المكوك تحت الدواسه يبقى كده انت مكانتك مظبوطه، وبتطلع كمان يعني الدواسه تحس ان الدواسه مش راقده على المكنه قوي. لما بتيجي تطلعيها بالرجل بتاعتك تبص تلاقيها بتطلع معاكي حبه حلوين على قد على قد الجاكور. لكن لما تلاقي الدواسه نازله للاخر كده مهما تطلعيها بالرجل يبقى كده في مشكله عندك في المكنه. خف الضغط وخشي في الكومنت، وخشي في الفيديوهات عندي هتلاقيني كيفيه تظبيط عمود المكن. خلاص. يا رب الفيديو بتاع النهارده يبقى مفيد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله.